ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. من التريكات اللي مؤخرا اتضافت في الباور بي اي تريكايه كده جديده هتفيدنا كتير قوي في عالم البيزنس وعالم ان انت تبدا تعمل رقم فيرسز رقم تاني، وتبدا تقارن ارقام ببعض، وبلس ان انت تبدا تشوف انت عملت كروس على الفتره اللي فاتت دي بكام. هل انت فعلا عملت تقدم ولا ما عملتش تقدم؟ الكلام ده كله هنعرفه النهارده. طيب، تعالى نشوف الداتا اللي عندنا ديت وافهمكم الموضوع اكتر من صوره البيزنس. طيب، الداتا دي انا عندي ديت، عندي تواريخ. نفترض ان انا هبدا اظهر منها السنين في تيبل طبعا، زي ما انتم شايفين هنا. هتبدا ترن معايا ويبدا يظهر لي 2020 و2021. طيب، اظهر معاهم الكوارتر برضو جنبهم كده، يبقى عندي من كوارتر 1 لكوارتر 4 للسنتين اللي عندي. طيب، لو ظهرت معاهم كمان البروفيت زي ما انتم شايفين كده، ده بروفيت كل سنه او كل كوارتر زي ما انتم شايفين. كوارتر 1 عامل لي مليون 600، كوارتر 2 مليون 700، وهكذا الى اخره. توتال البروفيت للشركه من اول كوارتر 1 2020 لحد كوارتر 4 2021، انت بتتكلم في حوالي 33 مليون و158 الف. طيب، تعالى نعمل تريكايه كده هتفيدنا شويه. ايه التريكايه ديت؟ لو دوست عندك هنا على الثلاث نقط، انت طبعا شغال تيبل، الثلاث نقط دول قلت نيو فيجوال كالكوليشن. عندك في الجزء دوت كذا كالكوليشن تقدر تعمله. يعني مثلا من اكتر الحاجات المستخدمه عندنا في تحليل البيانات وفي عالم البيزنس الرننج سم او الرننج توتال. طيب، تعال نشوفها لما ادوس عليها هتعمل لي ايه. هو هنا بيعمل لك داكس جميله جدا ميجر، بس خلي بالك ان الميجر ديت او الداكس ده بيتعمل ان فيجوال في داخل التيبل دوت، مش بيتعمل ان جنرال هنا، لا. طيب، هنا بيقول لك الرقم اللي هيبدا يعمل لك عليه الكالكوليشن ايه. انا مبدئيا هبدا اعمل الكالكوليشن على السم اوف بروفيت، فببدا اشيل الفيلد دي كده واقول له السم اوف بروفيت بتاعي وادوس انتر. بمنتهى البساطة طلع لي الشكل دوت. طيب، ايه الشكل ده؟ والله بص، دلوقتي بقول لك في كوارتر 1 انا عملت مليون 689 اللي هو الرقم دوت. طيب، كوارتر 2 هنا مليون 700، وهنا 3 مليون 400. طب ايه الرقم ده؟ الرقم دوت هو مجموع كوارتر 1 زائد كوارتر 2. يعني ايه؟ يعني لو مدير طلب منك سؤال بسيط جدا، قال لك ادهم انا من اول ما الشركة فتحت لحد مثلا كوارتر 2 في 2021 انا عامل كام؟ حضرتك مش هتيجي تفتح الآلة الحاسبة وتعمل ده زائد ده زائد ده زائد ده لحد ما توصل لكوارتر 2 وتقول له انا مجموع كل دول. لا، هتلاقي المجموع هنا. هو بيجمع لك البروفيت بتاع الكوارتر اللي انت واقف عليه بلس الكوارترات اللي فاتت كلها البروفيت بتاعها، فده اسمه راننج سم. طيب، تريكايه تاني برضو عندنا في الاديشن ديت. لو دوست على الثلاث نقط نيو فيجوال كالكوليشن، في حاجه عندي هنا اسمها فيرسز بيهيفيرز. طيب، تعال نشوفها. لما اجي تفتح لي الواجهه ديت ببدا ابدل الفيلد بالحاجه اللي انا هبدا اعمل عليها الكالكوليشن بتاعتي اللي هي ايه، السم اوف بروفيت. بتبدا تغير دي للسم اوف بروفيت، وهنا برضو السم اوف بروفيت. تعال ندوس انتر ونفهم الكلام ده ايه. بص، بمنتهى البساطه انا هنا عامل مليون 600 وظاهر لي هنا مليون 600، ما فيهاش مشكله. هنا انت عامل مليون 756. اوكي، فانت دلوقتي انت عملت جروس عن الكوارتر اللي قبله ب 56 الف. طب الفكرة في هنا انت عملت جروس عن اللي قبله بحوالي 170. طب هنا 955، وهنا اوريدي مليون 917. انت هنا عملت داون ترند او نزلت في المبيعات. مش معنى كده ان انت خسرت، لا، انت كنت بتكسب مليون 900 بدأت تكسب 900. فانت كده المبيعات بتاعتك قلت او البروفيت بتاعك صافي الربح بتاعك قل في الشركة. فانت لازم تعرف ايه المشكلة اللي كانت عندك في كوارتر 4 في 2020. طيب، لازم تفكر وانت بتحلل، مش رقم طلع فخلاص برافو، لا، انت لازم تفهم دوت بيتعمل ليه. من الحاجات المميزة جدا جدا جدا، وهتطورك كتير جدا في عالم البيزنس. وشكرا جدا ليكم.